مشاهدينا الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. ورشة عمل حول تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. تنظيم مهرجان الإريتريين المقيمين في ألمانيا. كلية العلوم بما ينفع تخرج 300 طالب بدرجة البكالوريوس. أمريكا تضرب مجددا وإيران تهاجم الدول الخليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين صادرات الهيليوم مؤقتا يهدد التكنولوجيا العالمية. الهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ورشة عمل في العاصمة أسمر يوم 10 من يونيو بهدف تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية بمشاركة الجهات المعنية والخبراء الوطنيين والدوليين. وأوضح المدير العام لإدارة الخدمات القانونية والرقابية بوزارة الزراعة السيد تخلاب مسقنا في كلمة افتتاحية أن الورشة تأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية وتهدف إلى توحيد جهود جميع الجهات ذات الصلة بسلامة الأغذية والرقابة عليها، وذلك تمهيدا لإعداد سياسة وطنية شاملة في هذا المجال. وأشار إلى أن السياسة الجاري إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة وبالتعاون مع خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين ستشكل أساسا لإعداد قانوني وطني للأغذية يعزز منظومة الرقابة وسلامة الغذاء في البلاد. من جانبها أشادت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيدة أرييلا جيليني بالجهود التي تبذلها الحكومة الإريترية والتزامها بتطوير نظام غذائي يضمن السلام والجودة، مؤكدة أن السياسة الوطنية المقترحة لا تقتصر أهميتها على الجوانب الفنية، بل تهدف إلى ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين، بما يجعلها ذات أهمية لجميع الجهات العاملة في سلسلة إنتاج وتداول الأغذية. وأكدت ممثلة المنظمة استمرار دعم الفاو لمراحل إعداد السياسة الوطنية حتى استكمالها، مشيرة إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وشهدت الورشة تقديم عروض فنية تناولت واقع نظام الرقابة على الأغذية في إريتريا وتحليلا للإطار القانوني المنظم لسلامة الأغذية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في إعداد وتنفيذ سياسات الرقابة على الأغذية، وذلك بمشاركة خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين. نظم بمدينة فرانكفورت الألمانية مهرجان الإريتريين المقيمين في ألمانيا وسط أجواء وطنية مميزة بعد افتتاحه في 11 من يوليو على يد سفير إريتريا في إيطاليا فسح سين بطرس. واستقطب المهرجان الذي استمر يومين مشاركين من مختلف أنحاء ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب ضيوف من جنسيات أخرى، في تجمع وطني سنوي تضمن برامج وأنشطة متنوعة شملت أجنحة للجاليات وعروضا ثقافية وتراثية وحوارات شبابية وفقرات فنية وندوات وبرامج مخصصة للأطفال، إلى جانب فعاليات أخرى. وأكد رئيس اتحاد الجاليات الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس رئيسون، والقائم بالأعمال في السفارة الإريترية السيد يوهانس والدوم، ومسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد طعم هايلي، ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان السيد حديش جيتوم، في كلماتهم أهمية المهرجان في تعزيز وحدة الإريتريين وترسيخ روح الانتماء الوطني والمحافظة على الثقافة والهوية الوطنية ونقل التاريخ والقيم الوطنية إلى الأجيال الجديدة، فضلا عن تشجيع مشاركة أبناء الجاليات في البرامج الوطنية. وفي ندوة أقامها سفير إريتريا لدى إيطاليا فسح سين بطرس، استعرض خلالها المستجدات التي تشهدها البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا الجاليات الإريترية إلى مواصلة الإسهام الفاعل في دعم البرامج الوطنية وتعزيز دورها في خدمة الوطن. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في مسابقة الأدب التي نظمت بهذه المناسبة، كما تميزت فعاليات هذا العام بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة تراثية قادمة من الوطن أضفت بهجة كبيرة.
احتفلت كلية العلوم في مينفع بتخريج 300 طالب وطالبة، شكلت الإناث 49% منهم بدرجة البكالوريوس، وذلك خلال حفل التخرج 19 للكلية. هؤلاء الخريجون هم 54 في علم الأحياء، و70 في الكيمياء، و30 في نظم المعلومات الجغرافية، و59 في الرياضيات، و44 في الفيزياء، و43 في الإحصاء. وقال عميد الكلية البروفيسور جابريل أسجدوم إن عدد الخريجين ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 15% مقارنة بعام 2024، مضيفا أن ما مجموعه 4441 طالبا تخرجوا وحصلوا على الدبلومات ودرجات البكالوريوس والماجستير خلال السنوات 18 الماضية. وفي كلمة ألقاها في المناسبة، قال ضيف الشرف وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبرسلاسي أنه ينبغي للطلاب توظيف المعرفة التي اكتسبوها في مقاعد الدراسة ليصبحوا باحثين وأشخاص يتمتعون بالذكاء وصناعا لمسارات التنمية وأبطالا فاعلين في العمل، فضلا عن كونهم خداما وقادة مخلصين ومتواضعين للشعب وفخورين بتاريخ بلادهم وثقافتها وتطلعات وآمال شعبها. وهنأ ممثل الخريجين جميع من بلغوا هذه المرحلة، وأعرب عن استعدادهم لتوظيف ما اكتسبوه من دروس نظرية وعملية في بناء الوطن والمجتمع. وفي الختام منحت الميداليات وشهادات التقدير للطلاب المتميزين. وتضم كلية العلوم في مينفع التي يبلغ قوام هيئة التدريس فيها حاليا 65 عضوا، بمن فيهم 18 أجنبيا، 22 عضوا من أعضاء هيئة التدريس يواصلون دراساتهم لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الخارج، وذلك وفقا لوثائق الكلية. بدورها خرجت مدرسة أسمر الموسيقى في 11 من يوليو 14 طالبا بدرجة الشهادة بعد دراسة استمرت 3 سنوات. ودرس الخريجون 8 آلات موسيقية: البيانو والجيتار والساكسفون والكمان والطبول والناي والترامبيت والباس جيتار. وقال مدير المدرسة الأستاذ إلياس ولد جبريل أن الموسيقى أداة مؤثرة وفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الجميع يتوقعون من المواطنين المنخرطين في هذا المجال أن يساهموا في إعادة إعمار البلاد. وبالإشارة إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة فحسب، بل أصبحت منافسا في مجال الموسيقى كما هو الحال في سائر المجالات، نصح الأستاذ إلياس المتدربين بتعزيز إبداعهم وبذل جهود مستمرة لتقديم منتجات عالية الجودة. وقال السيد معشر جبرة تنسائي مسؤول قسم ضمان الكفاءة في وزارة التعليم إن تعليم الموسيقى يتطلب بطبيعته الصبر والتحمل والتركيز والاهتمام والانضباط، حثا الخريجين على اتخاذ المعرفة التي اكتسبوها نقطة انطلاق والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وتم في المناسبة تقديم الجوائز للطلاب المتفوقين في العام الدراسي 2025-2026. هذا وتأسست مدرسة أسمر الموسيقى في الميدان إبان الكفاح المسلح عام 1979، واستأنفت نشاطها عام 1994، وذلك وفقا لوثائقها. مشاهدينا، فاصل نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد ما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج. وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 من فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات. وجاء هذا التصعيد في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة. وقالت إيران إنها أغلقت المضيق بعد ما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به، مضيفة أنها أخرجت سفينة أخرى من الخدمة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت 140 موقعا عسكريا إيرانيا، من بين أكثر من 300 موقع ضربتها خلال 3 ليال من الهجمات، في إطار مسعى لإضعاف قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحريا. فرضت الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية والصناعات التكنولوجية المتقدمة وسط تداعيات الحرب على إيران واضطرابات أسواق المواد الاستراتيجية. وقالت وزارة التجارة الصينية والهيئة العامة للجمارك في إشعار مشترك نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن الحظر دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه، استنادا إلى قانون التجارة الخارجية الصيني، على أن يعلن لاحقا عن أي تعديلات على القرار. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه أسواق الهيليوم العالمية ضغوطا متزايدة بسبب اضطرابات الإمدادات، إذ يعد الغاز عنصرا أساسيا في العديد من الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. رفعت الهند ونيوزيلندا علاقتهما إلى شراكة استراتيجية، وحددتا هدف مدته 5 سنوات لمضاعفة تجارتهما الثنائية السنوية، وذلك بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون. وأسفر الاجتماع عن 18 نتيجة ملموسة، من بينها توقيع 10 اتفاقيات، من أبرزها خريطة طريق لتوسيع علاقات خلال السنوات الأربع المقبلة، وإطار عمل لتعزيز التعاون البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادي، واتفاقية دعم لوجستي متبادل بين البحرية الهندية وقوات الدفاع النيوزيلندية. وأشار بيان مشترك إلى أن مودي ولوكسون تبادلا الآراء بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي، مؤكدين التزامهما المشترك بمنطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة. قتل 18 شخصا وفقد 6 آخرون في الفلبين جراء انزلاقات تربة تسببت بها أمطار غزيرة رافقت إعصار بافيم، فيما بدأت تايوان عمليات إجلاء واسعة تحسبا لوصول العاصفة التي تعد الأقوى التي تضرب المنطقة منذ عقود. وقالت الشرطة الفلبينية إن الانزلاقات وقعت في جزيرة مينداناو جنوب البلاد بعد اشتداد الأمطار نتيجة مرور الإعصار، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار في عدد من المناطق. هذا وأجلت السلطات الصينية أكثر من 1.8 مليون شخص تأهبا لوصول الإعصار بافي إلى مدينة نانجو الكبرى في شرق البلاد، وذلك بعد أن ضربت سلسلة جزر شاكسما جنوب اليابان وأمطار غزيرة ورياح عاتية وممر بمحاذاة شمال تايوان. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل حول تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. تنظيم مهرجان الأرتين المقيمين في ألمانيا. كلية العلوم بما ينفع تخرج 300 طالب بدرجة البكالوريوس. أمريكا تضرب مجددا وإيران تهاجم الدول الخليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين صادرات الهيليوم مؤقتا يهدد التكنولوجيا العالمية. الهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.